معايا هنا المعلقه دي هقول لكم ليه بس بعدين شويه. مشكلتنا النهارده من تفاهم متحدون مشكله تافهه بتواجهنا كلنا، وهي عن الحنفيه او الطرطشه بشكل عام. كلنا بنواجه مشكله ان احنا واحنا بناخد دش لازم امك تفتح الحنفيه عليك. المشكله دي بتواجهنا كلنا وعامه وليها حلول طبعا. معانا حلين اسهل من بعض، منهم يا اما تستنى امك لما تنزل من البيت وتدخل تستحمى كده، يا اما تاني حل وهو الافضل يعني في انك تاخد كل المواعين معاك وانت داخل تستحمى، تبقى منها غسلت لها المواعين ومنها تبقى استحميت يا معلم. تاني مشكله معانا مع الحنفيه في ان كتير بيبقى الحوض بعيد عن الحنفيه، تفتح الحنفيه تنزل الميه طرطش على نفسك، تبقى انت كده طرطشت. ينفع كده؟ في شحت زيك يطرطش على نفسه؟ في واحده داخله على جواز طرطش على نفسها كده؟ الحلول ايه؟ تفتح الحنفيه واحده واحده. حسيت بسن الطرطشه كده؟ دي راجعه لخبرتك انت. خبرتك قد ايه مع الحنفيه؟ 3 سنين حنفيه؟ 4 سنين حنفيه؟ اخر مشكله معانا النهارده لما تيجي تغسل المعالق ان في نوعين من المعالق، ايا كان هتغسل ايه فيهم، فلما تيجي تغسل المعلقه تغسلها من ظهرها كده اهو، لكن تيجي تغسلها كده اهو تعمل لي فيها ناصح، طب ما كده هتطرطش. انا عايزاك تسال نفسك سؤال، واجه نفسك قبل ما تنزل كل يوم الصبح كده، ركز كده واسال نفسك سؤال، طرطشت النهارده؟